صديقي، قبل ما ابدا معاك في اي حاجه قول لا اله الا الله وصلي على النبي، عشان حرفيا يا جماعه الفيديو بتاع النهارده ده فيديو من ايام الزمن الجميل، فيديو ضرب نار فيه اخبار مهمه جدا واخبار كلها مؤكده وموثوقه. فقبل ما نبدا في اي حاجه كده قول لا اله الا الله وصلي على النبي، اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه. خلاص هنتهي يا جماعه عشان نوصل 29000 اخ واخت، فبتمنى ان انت كمان تشترك في القناه، وهوعدك ان انت هتشترك وهتشوف محتوى ان شاء الله كويس ومتعوب عليه بشكل كبير. هنتكلم النهارده عن 3 مواضيع رئيسيه جدا جدا. الاتحاد بيقرب جدا من الكوري سون، هنتكلم في الموضوع، وقنبله الاهلي الشتويه مع اللاعب الفرنسي فاران، واول العروض الرسميه اللي اتقدمت لكيميش. كل ده ان شاء الله هنتكلم فيه النهارده، فتابع للنهايه وصلي على النبي وبسم الله يلا نبدا. شكرا جدا للناس العسل اللي علقت الفيديو اللي فات، وشكرا جدا للناس اللي عرفت اللعب بشكل صحيح. شكرا جدا ليكم، واللي عايز اسمك يظهر الحلقه الجايه ان شاء الله زيهم كده، فحاول تقولي في الكومنتات اللاعب هيظهر دلوقتي قدامك ده هو مين، ويلا بينا بسرعه. تعالوا بقى كده يا جماعه ناخد الحماس كده بالتدريجي، وهنبدا بالموضوع الاول معانا النهارده، موضوع الالماني كيميش، والكلام اللي انا اغلبيه الوقت بنزله عليه، وان الاهلي قرب من كيميش، وان صندوق الاستثمارات العامه في اخر فيديو نزلته لكم من يومين قلت لكم ان هو مهتم بكيميش ومهتم بكام لاعب تاني عشان يجوا الانديه بتاعه الرياض وانديه جده. النهارده الصحفي المشهور جدا رودي جاليتي، طبعا زي ما هيظهر اصل الخبر قدامكم كده وهتلاقوني عامل لكم علامه على الكلام اللي انا عايز اقوله لكم، نزل خبر رسمي يا جماعه وقال ان الاهلي بيبعت اول عرض رسمي لبايرن ميونخ عشان يحسم موضوع صفقه وجوشوا كيميش في الميركاتو اللي جاي. طبعا هو اتكلم على الميركاتو الصيفي زي ما انا كلمتكم برضو في الفيديو اللي فات، ولكن مش مهم ميركاتو شتوي ميركاتو صيفي، ولكن بدام الخطوه اتعملت مش هتفرق معانا اللاعب هيجي امتى، ولكن اتمنى طبعا انها تكون في الشتاء. ولكن زي ما قلت لكم امبارح ان الموضوع صعب ان هو يجي الاهلي في الشتويه، ممكن في الصيف. وقال كمان نادي بايرن ميونخ ما عندوش مشكله ان هو يبيع اللاعب، وهيكون في تطورات كتير على قد كلامه، يعني انها تكون في تطورات مهمه جدا في خلال الاسابيع والايام اللي جايه. فزي ما بقول لكم الجمهور الاهلاوي طلب بحقه، قال لهم احنا عاوزين لاعب يكون عالمي زي نيمار زي بنزيما زي كريستيانو، رياض محرز عالمي، كل حاجه على عيني وعلى راسي، ولكن انا عاوزين لاعب بمستوى اعلى، لاعب بمستوى شهره افضل، الكلام ده كله. فعشان كده الاهلي قدم اول عروضه الرسميه لجوشوا كيميش. كل الموضوع بقى دلوقتي في ايه؟ في ملعب الاهلي، ملعب صندوق الاستثمارات العامه. موافقه اللاعب من عدمها مش بايدينا احنا، ولكن على حسب بقى المفاوضات، حسب المبلغ اللي هيتقدم له، الراتب بتاعه هل هيكون اعلى من بايرن ميونخ ولا لا، هتقدم انت مبلغ برضو عالي بايرن ميونخ ولا لا. كل ده اللي هيحسم الصفقه لصالح النادي الاهلي. غير كده بقى من تخاذلات، فالجمهور الاهلاوي ملوش اي ذنب، ولعل وعسى يكون خير بقى المره دي، وصندوق الاستثمارات العامه ما يروحش يقول لك لا والله احنا نودي اللاعب ده لنادي تاني، لا معناش اللي احنا ندفع، فمش عاوزين الموضوع ده بصراحه. فكويس خير، اول الاخبار كده، اول الميركاتو، اول يوم في الميركاتو اخبار حلوه باول عرض رسمي لكيميش، وصحفي مشهور هو اللي نزل الخبر، فانا متحمس جدا بصراحه لباقي الايام. تعالوا بقى نتكلم في الموضوع التاني معانا النهارده يا جماعه، وموضوع اكثر حماسه من الموضوع الاول. وناس كتير كانت بتتكلم ان الاتحاد مظلوم في الصفقات، وناس كتير بتتكلم ان لازم الاتحاد يجيب صفقات على مستوى عالمي، ولازم الاتحاد يجيب اجنحه ومش عارف ايه. النهارده يا جماعه عندي خبر جديد، خبر رسمي، خبر موثوق، وبدل الشخص اللي نزل الخبر ده لا هنزل لكم 3، ومؤكد يا جماعه وحسب الاخبار ان نادي الاتحاد عنده كذا خيار كده عشان يلعبوا في الاسيويه لو الاتحاد يعني اتقدم في المراكز والكلام ده كله. اول لاعب هو كوريسون، كمان عندنا لاعب اسمه ايتو مينامينو وايتا كورا. ومش الخبر بس اللي نزل ده، لا في 2 اشخاص تاني برضو نزلوا على الموضوع، وقالوا ان حسب يعني عادل الماس، وده صحفي في صحيفه عكاظ الموثوقه جدا في السعوديه هي وصحيفه الرياضيه، قال ان نادي الاتحاد عنده اختيارين في الميركاتو الشتوي الحالي، عندك صفقه سون الكوري، وعندك صفقه نكونكو لاعب ضمك، اللاعب اللي بصراحه ابهرني جدا يا جماعه، ما حدش كان متوقع ان هو ينجح النجاح ده مع ضمك، ولكن مع ذلك عمل نجاح كبير. وبرضو خبر ثالث نزل برضو عن طريق سهم، والشخص ده يا جماعه مشهور جدا وبينزل برضو عن الميركاتو، واتكلم برضو عن الموضوع بتاع عادل الماس، وقال ان الكوري هيون سون مين على رادار نادي الاتحاد في الميركاتو الشتوي اللي احنا فيه. من وجهه نظري الشخصيه مفيش اي سبب مقنع يمنع ان الصفقه دي تحصل. توتنهام نادي كبير ومتمسك بسون، ولكن هتدفع فيه مبلغ كبير، اي نادي في العالم هيبيع لك النجم اللي عنده، وشفنا كتير مع محرز
مع جابري فيجا، شفنا مع نيمار، شفنا مع كريستيانو رونالدو قبل ما يجي، شفنا مع بروزوفيتش. كل ده اسامي تقدر ان انت تجيبها، ولكن حسب مثلا دور الاستثمارات برضو لسه زي ما انا قايلها في موضوع كيميش، هيدفع لمين، هيفوض لمين، الكلام ده كله. فهيون سو خيار بالنسبه لي مميز جدا يا جماعه. سون من احد اهم اللاعبين الموجودين حاليا في العالم، هيبقى خيار مميز جدا على مستوى الهجوم لنادي الاتحاد، خصوصا يا جماعه ان كريم بنزيما عمل ثوره كده على النادي وقال لهم لازم نعمل صفقات والكلام ده كله. فقول لي رايك في موضوع سون، وهل هيحصل ولا صعب؟ يلا بينا بقى يا شباب نتكلم في الموضوع الاخير معانا النهارده يا جماعه، الموضوع المهم جدا واللي حماسي بالنسبه لي، واللي نزل على لسان مين بقى يا جماعه؟ المصدر الاول في العالم في الميركاتو، فابريزيو رومانو، واللي اتفاجئت النهارده ان هو عامل ريتويت كده لتغريده، وكان قبلها برده متكلم على الموضوع بتاع فاران. وحسب ما مكتوب قدامكم كده ان فاران لازم في الفتره اللي جايه يخفض العقد بتاعه او الراتب بتاعه اللي بياخده مع مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي، او ان هو هيطلع بشكل نهائي في الصيف من مانشستر يونايتد. يعني بمعنى الكلام مانشستر يونايتد هيمشيه او هيبيعه من الفريق، والكلام ده كان خارج على لسان فابريزيو رومانيو. وناس كتير جماعه بعد الخبر ده بقى ربطت موضوع فاران ده بالدوري السعودي، وانه ممكن يجي الدوري السعودي والكلام ده كله. ولكن مبدئيا كده فاران يا جماعه لو انت بتعرفش فهو مدافع دولي فرنسي حاصل على كاس العالم، بيلعب حاليا مع مانشستر يونايتد، عقده لسه لحد 30/6/2025 وعمره 30 سنه فقط لا غير. الموسم ده لعب 11 مباراه وقدر ان هو يسجل هدف. طيب بتقول لنا كل الكلام ده ليه؟ بقول لك على الكلام ده زي ما انت بتسمع في المثل كده، بيقول لك اطرق على الحديد وهو سخن. مانشستر يونايتد حاليا بيمر بازمه، مانشستر يونايتد حاليا بيحاول يغير العناصر اللي عنده، مانشستر يونايتد حاليا وحسب ما فابريزيو نزل ان هو عايز يخفض عقد فاران، وده ممكن يحصل مشكله ما بين اللاعب وما بين النادي. فانا من وجهه نظري الشخصيه اللي انسب حاجه ان فاران يجي الدوري السعودي. عندك النادي الاهلي لو مشى ديمارال ايا كان المكان اللي هو هيمشي فيه المدافع، شايف ان فاران هيكون افضل من ديمارال كتير. لو مشيت برضو فيرمينو وجبت فاران، ففاران افضل من فيرمينو في طبعا في مركز تاني، ولكن نجم عالمي محدش يختلف على ده. فدي حاجه. عندك الاتحاد برضو بيعاني دفاعيا، لو مشيت لاعب زي فيليبي وجبت فاران فهتبقى حاجه مهمه جدا. عندك النصر لو انت عاوز تضم مدافع تاني اجنبي جنب لابورت برضو هتبقى حاجه مهمه وحاجه قويه جدا. فزي ما بيقول لك اطرق على الحديد وهو سخن، وحاليا ده انسب وقت صندوق الاستثمارات العامه يقدم عرض رسمي مانشستر يونايتد عشان يشتري اللاعب، ومفيش اي حاجه هتعطل الصفقه دي غير التخاذل في الموضوع. شايف ان فاران هيكون نجم كبير جدا، محتاجه النادي الاهلي، محتاجه نادي الاتحاد، نوعا ما محتاجه نادي النصر، الهلال ما شاء الله مش محتاج اي حاجه على مركز الدفاع، ولكن لو جه الاهلي هيبقى اضافه، لو جه الاتحاد هتبقى اضافه. طبعا فاران غني عن التعريف، مش محتاج اقول لك بقى ارقامه واحصائياته طوله الكلام ده كله. فليه لا ما تحصلش في الفتره اللي جايه؟ واعتقد ان فاران يا جماعه هيبقى احد الصفقات الشتويه، والعلم عند ربنا طبعا، ولكن انا بتوقع وكلها في الاول والاخر اخبار ممكن تحصل وممكن لا. في النهايه قول له رايك في الاخبار حلقه النهارده، هل تتمنى فاران يجي الاهلي او الاتحاد او النصر؟ قول لي في التعليقات. ولو عجبك الفيديو ما تبخلش عليا باللايك، صلي على النبي وسلام.